معنا فيديو عن تدريب اللاعبين على الاستحواذ في الملعب وتطوير اللاعبين. ايه الفايدة من الاستحواذ وازاي العب تحت ضغط ببساطة سريعة؟ فده ملخص اللي احنا هنتفرج عليه، ازاي ان انا بلعب تحت ضغط وبطلع الكرة بطريقة كويسة بس مش اكتر. بيقول لك الهدف من تدريب الاستحواذ ما يميز اللاعبين المحترفين عن غيرهم ليس فقط المهارة. فعلا هو اللي بيميز لعيب عن لعيب مش المهارة بس، المهارة واتخاذ القرار السليم في الوقت السليم، وان انا ازاي العب تحت ضغط، وان انا ازاي ابقى لعيب ذكي في الملعب، وان انا ازاي يبقى في تواصل بيني وبين زمايلي في الملعب. كل الحاجات دي اللي بتخلي اللعيب فعلا لعيب محترف. طبعا عن طريق بقى ايه سنتعلم تعد لاعبين مميزين في التحكم بالكرة، إيه اتخاذ القرارات الذكي، إيه ازاي يسيطر على المباراة، الحاجات اللي احنا قلنا. طيب العناصر الأساسية اللي احنا هنشتغل عليها في الفيديو ده، اول حاجه التحكم في الكره واللمسه الاولى. اللمسه الاولى تحت الضغط دي اهم حاجه في كره القدم بالنسبه لي. اللمسه الاولى وهنتكلم على نقطه نقطه بالتفصيل. خلق زوايا التمرير، ان انا ازاي امرر الكره، الهدوء واتخاذ القرارات الذكيه بالكره. وبالنسبه للنقطه دي في نقطه جميله جدا بيقول لك، يعني سمعتها في بودكاست كده، بيقول لك ايه، ما تعلمش اللعيب يباص، علمه ازاي يفكر. بجد انت لو خدت بالك من الجمله دي، ما تعلموش يباص علمه يفكر، هتطلع كواليتي لعيب مبدع في الملعب. ورقم أربعة طبعا تدريبات الرموز. أول حاجة هنبدأ نشتغل عليها التحكم واللمسة الأولى تحت ضغط. ليه هي مهمة وإيه سبب إن اللمسة الأولى دي أهم حاجة في كرة القدم بالنسبة لي؟ زي ما قلت لكم، عشان دي روح الكورة. أنا دلوقتي لو استلمت اللمسة الأولى صح ومسيطر على الكورة، هبدأ أعمل جري بالكورة صح، هبدأ أمرر صح، هبدأ أشوط صح. كل الكلام ده هقدر أعمله في حالة إن أنا أجدت اللمسة الأولى. فبيقول لك النقاط المهمة اللي احنا نشتغل عليها عشان نخلي اللمسة الأولى يعني لا بيرفكت والكلام ده: وضعية الجسم اللي هو البادي بوزيشن، ان انا ازاي ابقى واقف في الملعب، هل انا واقف ظهري للقاوت، ظهري للمدافع، ظهري للجون بتاعي، على حسب الوضع اللي انا ببقى واقف فيه. فطبعا بيقول لك اهم حاجة ان انت بتبقى واقف في زاوية تقدر تشوف فيها اكبر مساحة من الملعب. فضل طبعا انت لو لعيب طرف بتخلي ظهرك للقاوت، لو لعيب سترايكر ممكن يبقى جسمك لقدام او نص جسمي مايل، بحيث ان انا ابقى وشي مع الكوره وفي نفس الوقت جسمي مستعد للسبرنتات. طبعا المدافع بيبقى كده كده ظهره للجون بتاعه. المسح البصري او السكاننج دي من اهم المهارات اللي بتحدد انت هتعمل ايه النقطه الجايه او البوينتس الجايه. انا دلوقتي واقف عملت سكان مثلا يمين، عرفت ان المدافع جاي من ناحيه اليمين، اوريدي على طول هستلم ناحيه الشمال. لقيت المدافع جاي من ناحيه الشمال، هستلم ناحيه اليمين. لقيت اتنين مدافعين او قافلين لي زاويه المرور بتاعتي، هضطر العب الدبل باص او العب من لمسه واحده. طيب التفكير المسبق اللي انا لسه قايل عليه، ان هو انا بحضر خطه ايه اللي هيحصل لما الكوره تجيلي. دي اهم حاجه في كره القدم فعلا. انا هعمل ايه لما الكوره تجيلي؟ هل انا هلعب دبل باص، هل انا هلعب 1 2، هلعب 1 3، هستلم والف، هشوط، هباص؟ كل الكلام ده لازم ابقى محضره وراسم سيناريو في دماغي ايه اللي انا هعمله. رقم اتنين خلق زوايا التمرير. والهدف من التمرير ان هو مش مجرد تمرير، او اللي هو التمرير السلبي. ايه التمرير السلبي؟ ان انا دلوقتي واخد الكوره عامل بيلدينج اب من تحت، شغال باص من تحت وبتاع بلا هدف. ايه الهدف؟ ما انا لما بعمل حاجه لازم يبقى ليها هدف. افضل انقل الكوره عشان اضيع وقت؟ تمام. بنقل الكوره عشان اسحب المهاجم والميد بتاع الفرقه؟ تمام. بنقل الكوره بحيث ان بعد كده هعمل كونتر اتاك او هعمل هجمه سريعه او لونج باص او الكلام ده كله؟ تمام. انما انا بنقل الكرة من اجل نقل الكرة، فده مش استحواذ، ده استحواذ سلبي 100%. وبضيع بيه وقت وبضيع مجهود وبضيع صحة وبضيع كل حاجة. طيب وضعية الجسد بتاعة اللاعب بعد التحرك، ايه اللي انت بتعمله بعد ما تعمل باص؟ انت لعبت باص لحد، هتعمل ايه بعد الباص؟ لازم تبدأ تروح يمين، اروح شمال، انزل تحت الكورة، اطلع فوق الكورة، اعمل اوفرلاب، اعمل اندرلاب. لازم اعمل حاجة بعد الباص. ما العبش باص وافضل واقف. ما ينفعش انت واللعيب اللي معاه الكوره تبقوا واقفين على خط مستقيم. اسهل لعيبه تتضرب الاثنين اللي بيقفوا مع بعض، وبالذات في التحركات الدفاعيه بدون كوره. اللعيبه ما ينفعش تبقى هما الاثنين واقفين كده. لازم واحد مثلا بيضغط على الكوره والتاني بيقفل ظهره، واحد بيضغط على الكوره الناحيه التانيه فالتاني بيرحل وبيقفل ظهره. ما ينفعش ابقى واقف في الملعب انا وزميلي جنب بعض، الكوره لو اتقطعت او اي حد هيقدر يخترق من النص، احنا الاثنين مش هنعرف نلعب جنب بعض. لازم يبقى في شيبس في الملعب، وهنتكلم عليها في نقط من النقط الجايه. طبعا عمل اسكان ومعرفة الحلول احنا اتكلمنا فيها، وايه فايدة الاسكان في الملعب. رقم ثلاثة تجنب الأخطاء الشائعة في اللعب المبني على الاستحواذ. طبعا الجملة دي احنا قريناها قبل كده، بيقول لك الأخطاء يجب تجنبها. التمريرات المتسرعة، دي بقى نقطة لازم نتكلم فيها بجدية. ايه التمريرات المتسرعة؟ اللي هو اللعب وخلاص.
مثلا تلاقي لعيب خد الكوره، عدى الاول، عدى التاني، عدى التالت، هوب شوط، وضيع مجهود، شوط وفي ايد الحارس. طب يا حبيبي انت شوط ليه؟ كده. ايوه يا حبيبي، يعني انت شوط ليه؟ يعني انت شفت الجون؟ لا. بصيت على زميلك اللي انتوا، يعني انت دلوقتي اكلت اتنين لعيبه، فاكيد اوريدي انتوا بقيتوا كثافه عدديه على الجون، ليه يا حبيبي ما عملش تمرير؟ ما شفتوش؟ طب انت عملت سكان؟ ما عملتش سكان. فلازم نمرن اللعيبه فعلا على التمريرات المتسرعه، مش اي حاجه تطلع من رجلي وخلاص، لازم تطلع لهدف. طبعا الكلام ده بياخد مننا مجهود كمدربين، بس واحده واحده هنبدا نشتغل عليه. لو حطيت النقطه دي في دماغك، وقف اللعب. انت لعبت الباص ليه؟ لا، ارجع حط لي الكره عندنا. ابدا اشتغل الاول تدريبات اجباريه لحد ما اللعيب يبدا فاهم الكلام ده، يدخل في اللاوعي بتاعه، يبقى الكلام بتاعه ده ايه، اوتوماتيك. الوقوف بعد التمرير، واتكلمنا فيها ان اللعيب اللي بيلعب باص بيفضل واقف راكن، خلاص انا هنام بقى. لا، لازم يبقى في شيبس في الملعب، مثلث، مربع، دايموند، الكلام ده كله، الاشكال اللي حضراتكم طبعا عارفينها. طبعا بطء في اللعب تحت ضغط، ان اللعيب اللي معاه الكوره مفيش حد فتحه، فبيفضل معاه الكوره ومحتفظ بيها. طب ليه يا عم انت محتفظ بالكوره؟ مش لاقي حد يظهر لي. هو فعلا عنده حق، تلاقي اصحابه بقى من بعيد، واللي بيشاور بقى كانه بيوقف اتوبيس وبتاع، ولا عمال يصرخ اول ما يمسك الكوره، العب لي العب لي العب لي. يا جماعه الدنيا مش كده، يعني لازم نفهم اللعيبه ان اللعيب اللي بيستحوذ على الكوره لازم اظهر له، لعيب يمين، لعيب شمال، لعيب قدام، على الاقل حلين من حلين لخمس حلول، او من حلين لثلاث حلول في الملعب عند استحواذ اللاعب على الكوره. لازم يبقى في لعيب سريع. طبعا لازم افهم اللعيبه بتاعتي ان في خطه بالنسبه لي لما الكره تبقى معايا. اول ما الكره تبقى معايا يبقى عندي مثلا ثلاث حلول ان شاء الله ما الجاش ليهم، ما الجاش غير ليهم، يعني سوري. ايه الحل رقم واحد؟ اللي هو اللعيب لما بتجيله الكوره بيلعب باص لقدام. بس انا اهم حاجه هو اجيب جون. اجيب جون ازاي؟ ان الكوره تقرب من الجون. عمري ما هجيب جون من ال 18 بتاعي. رقم اتنين، طب اللي قدام مقفول، رقم اتنين هبدا العب على الجناب، الجنب اليمين والجنب الشمال. طب الاتنين ممسوكين، هضطر للاسف ارجع لورا. الراندوز، الروندو دي بقى يعني كنز كرة القدم بالنسبة لي، بالنسبة للناس كلها. المفروض ان انت لو ما بتدخلش في الوحدة التدريبية بتاعتك روندو، يبقى محتاج تراجع فكرتك عن الروندو تاني. بيقول لك طبعا ليه هي مهمة، عشان بتجبر اللاعبين على اتخاذ القرارات السريعة. فعلا اللعيب بيبقى محطوط تحت ضغط طول التمرين، عامل بوكس 8 في 8، عامل بوكس 10 في 10، عامل بوكس 12 في 12، 100 في 100، على حسب ما انت غرض التدريب بتاعك ايه. اللعيب دايما هيبقى محطوط تحت ضغط، دايما هيلعب الباص تحت ضغط. تمام. طبعا بتحسن التمرين، يعني بيحصل تحسن في التمرين، ان اللعيب بيبقى بيلعب باليمين، بيلعب بالشمال، الكرة بتجيله بيلعب فيرست تايم، بيستلم ويسلم، الموضوع بيبقى ايه، في ضغط كده حلو، واللعيب بيبدأ ياخد قرارات لوحده بدون تدخل من المدرب. طبعا بتنمي الابداع في المساحات الضيقه. ويا سلام بقى لو انت بتلعب 4 على 2، يا سلام بقى ان انت اللعيبه ازاي تكشف الزاويه البينيه اللي ما بين اتنين مدافعين دي، يبقى انت مدرب نجم. طبعا هي بتشبه المباريات كلها ما عدا التصويب، اللي هو لو احنا دخلنا فيها حته التصويب، فبالاغلب بيبقى اسمها سمول سايد جيم. فطبعا لو في طبعا كل حاجه من دول ليها تدريبات معينه، والحاجات دي انا محضرها لكم برضو PDF. لو حضراتكم حابين قولوا لي وانا هبعتها لحضراتكم على طول. طبعا دي حاجة بسيطة كده، يعني كلنا بنتعلم من بعض، واكيد طبعا حضراتكم عندكم معلومات اكتر مني. فاتمنى يعني يكون البرزنتيشن البسيط ده يعني بعض النقط دي انا عملت عليها هايلايتس. طبعا المحاضرة كان فيها حاجات اكتر من كده، فاتمنى ان انا اكون فدتكم، ويا رب كله يفيد ويستفيد. وطبعا يعني اشكركم ان انتوا اتفرجتوا على الفيديو لحد هنا يعني. وان شاء الله لو حد عايز فيديوهات التدريب او تطوير اي نقطة من النقط الاربعة دي يبعت لي، وانا ان شاء الله يعني باذن الله ليكم. وان شاء الله الفتره الجايه هيبقى فيه هايلايتس برضو على كورس بتاع السمول سايد جيم، فباذن الله يعني نشوفوه مع بعض. شكرا لكم.